بشنطته هون وببرك ظهره الشارع؟ مجنونه انت؟ ما فيها شيء محرز يا عمو، شكرا الله يعطيك العافية. ديري بالك ثاني مرة عمو، لا تبرك يوم بالطرقات، خطر عليكي، يلا روحي على بيتكم روحي. جعت كثير، خليني اطلع السندويشة اكلها. شو هاد؟ مين حط المصاري هون؟ لك مين؟ لك مصاري؟ لك الله يرزق اللي حطهم. منين؟ امي جوعانة كثير، صار لها من زمان ما اكله، يا رب فرجها. حرام عليك ليك، شوف يا حرام، عم تحكي مع حالك. معقولة لسه في هيك ناس فقيرين؟ معقولة فقيرة لهالدرجة هي البنت؟ والله يا هشام كل شيء بصير، اللي عايش بنعمة ما بيحس بهدول الناس. بس يلا بنعمله. عم تفكر مثل ما انا عم بفكر؟ كأنك بمخي يا رجل، مشي اللي يظبط والله تعبت والله تعبت. أعطيني السر اللي بدي إياه وأروح على البيت وأعطيها لأمي. ليش نحن عنا بيت أصلا؟ والله رح يصير إنه عنا بيت. يا سيدي هي الخطة ذكية يا أحمد، ما بتخطر على بال إبليس. عن جد كانت خطة كثير ذكية، شلون هيك خطرت لنا ما بعرف. حلوة هي المساعدة اللي ساعدناها. اي والله الله يجعلها بميزان حسناتنا. امين والله يا رب، الله يتقبل. بس عن جد يا احمد هدول الناس هن اللي بيستاهلوا المساعدة والله. كلامك صح 100%. طيب ان شاء الله ما تغدينا يا زلمة، متت من الجوع، روح كافئنا بشي شغلة خلينا ناكلها يا زلمة. فيهم مكان اكله طيب والله. يلا روح بس خلي عدي هذا السيارة. أرجو منكم أن تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم وأن تكتبوا كلمة ما شاء الله، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، وأرجو منكم مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، ولا تنسى أن تضع زر لايك للفيديو دعما لنا. وإذا أعجبكم الفيديو والترجمة اكتبوا لنا أيضا في التعليقات رأيكم، كتير بيهمنا. تحياتي لكم، محمد ديمو، السلام عليكم.